السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات سهلة واقتصادية كوزين مريم نور. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة وانتم تشاهدوا في وصفتنا اللي نهار اليوم. إن شاء الله راح نشارك معكم مملحات من كشم أسهل منهم. هذه المملحات رايحين تحتاجوهم في شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يدخل علينا وعليكم الصحة والعافية. خاصة الأخوات اللي يفضلوا ديما الوصفات اللي تكون سهلة واقتصادية وفي متناول الجميع. نحضر إن شاء الله هذه المملحات سهلين بدون عجين بحشو اقتصادي. تابعوا معايا الفيديو الأخير باش هكذا تتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. وإذا عجبتكم طريقتي والوصفة ما تنسونيش باللايك والبارتاج مع لي زامي تاعكم باش هكذا تكبر قناتنا وتعم الفائدة. رايحين نبداو بسم الله، وقبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحين نحضروا مع بعض بوريك محشي بالبطاطا. كنت شاركت معكم عدة فيديوهات البنات، لكن هذا الفيديو بطريقة مختلفة. كما عودتكم بنات دائما أنا نغلي حبات بطاطا نطيبهم شوربة فريك أو شوربة فيرميسال عادي، نخليهم حبات أو ممكن الحبات تقسميها إلى نصفين. ديري الكمية على حسب أفراد عائلتك. بعد ما تطيب لي البطاطا رايحة نهرسها مباشرة وهي سخونة بهذه الطريقة. انا دائما البنات كيما قلت لكم البطاطا نغليها في الشوربه باش تجيني بنينه، ما تجيني صامته. احسن من تغلوها في الماء تجيكم صامته. واذا البنات ما كنتوش دايرين الشوربه وغليتوها في الماء، من الاحسن ديروها شويه فلفل كحل شويه تاع الملح وجنبو دجاج باش تجيكم بنينه. نهرس البطاطا كامل اللي عندي. هنا درت لها كميه من البصل، عندي حبيبات تاع زيتون وفلفل حار مرقد البنات، طبعا حسب ذوقكم اختياري. زدت كمية من المعدنوس، وريحة نزيد كمية من الجبن المبشور، ونزيد حبيبات تاع فرماج، ممكن فرماج مثلثات او تاع البيدون اللي عندكم. رايحة نضيف فلفل اسود، طبعا الملح وشوية تاع الهريسة. طبعا الملح ما تكثروش لان درنا الزيتون درنا الفلفل المرقد درنا الفرماج، والبطاطا ثاني راهي طيبه في الشوربه يعني راهي مالحه، ديروا كميه قليله. نخلط كل هذه المكونات مع بعض. طبعا اللي ما يحبوش البوراك تاعهم يكون حار ممكن تستغنوا على الهريسه والفلفل. نخلط جيدا كل هذه المكونات مع بعض. رايحة نبدا نشكل في هذا البطاطا، نشكلها الى اصابع. رايحة نستعين بشويه تاع الماء، مسحه خفيفه تاع الماء باش البطاطا ما تلصق لكمش في ايدكم. رايحين نشكلوها اصابع كامل، نوجدهم باش نحشي الديول تاعي. دائما تستعينوا بمسحه خفيفه تاع الماء وتشكلوهم. وجدوهم كامل من الاحسن كيما انا درت باش كي تجوا تحشوا الديول تاعكم البطاطا تكون واجده بهذه الطريقه وما توسخوش ورق الديول تاعكم. بعد ما كملت كامل البطاطا عندي هنا حبه تاع البيض. طبعا البيض ممكن ديروا حبه او حبتين على حسب الكميه اللي رايحين نتوما ديروها. انا عندي هنا عفوا ورق تاع الديول، كنت قسمت الحبه الى نصفين. نغطيه دائما باش ما يبسليش. درت الحبة تاع البيض تاع شوية تاع الملح وفلفل اسود. رايحة نخلطها بهذه الطريقة. وهنا عندي فرينة وعندي لا شابلور. طبعا لا شابلور تاعي كيما عودتكم البنات انايا نحمصو بعدها نرحيه ونغربلو. هنا ضفت له سانوج العادي، سانوج الكحل باش يعطيني شكل للبوراك نتاعي. طبعا ويعطيكم طعم ثاني هايل. نجيب ورق تاع ديول ونحط فيه البطاطا. هنا اذا حبيتوا تزيدوا الفرماج حسب ذوقكم، ونلف بهذه الطريقة. طبعا طريقة سهلة
هنا اللي حبت دير ورقة كامل تاع الديول كيما حبيتو. انا طبعا بهذه الطريقة راح يعطيكم كمية اكثر. ندير البطاطا ونلف الحبات بالطريقة العادية المعروفة، راح يجيكم بنين يا البنات روعة. بلا ما ديروا اللحم، بلا ما ديروا الدجاج، بلا ما ديروا الطون، ويجيكم بنين بالبطاطا. طبعا البطاطا طيبوها بالطريقه اللي كنت ذكرتها لكم في بدايه الفيديو. بعد ما كملت كامل الديول تاعي عمرته، نجيب بالحبه نرمدها في الفرينه، غبروها شويه بفرينه، بعدها نفضوا لها شويه الفرينه، بعدها راح نغطسها في البيض. نقصوا لها شويه كميه تاع البيض كما راكم تشوفوا، بعدها رايحه نرمدها في لاشابلور. حاولوا انكم ترمدوها مليح من كل الجوانب. رايحه نزيد حبه ثانيه، انا بهذه الطريقه رمدته في الفرينه البنات باش البوراك ما يشربليش كميه كبيره تاع الزيت، ونغطسوا في البيض ونرمدوه في لاشابلور. طريقه سهله. هنا اذا ما حبيتوش ديروا السانوج ممكن تستغنوا عليه، لكن رايح يعطيكم الشكل وطعم هايل، طريقه مختلفه على طريقه البوراك العاديه. حنكمل كامل حبات اللي عندي، الأحسن كملوهم كامل، بعدها تبداو عفوا تغلو فيهم. نحط المقلاة تاعي على النار، درت فيها كمية تاع الزيت، بعد ما يسخن لي الزيت نخليه يسخن مليح، بعدها نقص النار تكون متوسطة، يعني ماهيش ناقصة وماهيش قوية. نحط الحبات تاع البوراك ونخليهم يتحمروا. كي تشوفوهم تحمروا من التحت رايحة نقلبهم من الجهة الثانية. طبعا كاين بعض الاخوات يحبوهم يعني باللون الاصفر، كاين اللي يحبوا يحمروهم بزياده حسب ذوقكم. هنا تشوفوا الزيت بدا يعمل لكم هذا الزبود البنات عادي، هذا لان غطسنا البورك تاعنا في البيض. بعد ما يتحمروا راح نحطهم في صحن اخر به ورق ماس. نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. كما راكم تشوفوا البوراك تاعي راه واجد من اروع ما يكون. اسمعوا البنات، هنا القرمشه يجي يتقرمش من برا وطري من الداخل. طبعا البنات كل ما يقعد ويزيد يبرد راح يجيكم ابن واروع. حتى البنات كي يصبح الغدوه من ذاك راح يجيكم هايل وبنين. ان شاء الله وصفتنا لنهار اليوم تكون نلت اعجابكم وتجربوها في شهر رمضان المبارك. ان شاء الله ربي يدخلوا علينا وعليكم الصحه والعافيه، وربي يتقبل ان شاء الله من الجميع. عجبتكم البنات الوصفه؟ ما تنسونيش باللايك والبارطاج مع لي زامي تواكم في مواقع التواصل. وصلنا لنهايه وصفتنا لنهار اليوم، تهلاو في روحكم ونتلاقاو في وصفات اخرى عن قريب. مع السلامه، في امان الله.